اول حاجه نشوفها مع بعض هنا فاول على لاعب الزمالك. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم، وطبعا هنا الالتحام موجود والفاول سليم. نروح للحاله اللي بعديها، هنا برضو فاول على لاعب الزمالك. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم، وطبعا هنا الالتحام موجود والفاول سليم. نروح للحاله اللي بعديها، هنا كان لاعب الزمالك بيطلب بضربه جزاء. نشوف مع بعض كده هل الكره جت في يد لعيب فيوتشر ولا لا. نشوف مع بعض كده هتلاقي الكره ما جاتش في اليد وجايه بجسمه، وطبعا هنا مفيش ضربه جزاء والحكم ما حسبش حاجه، والفار كمان راجع على اللقطه ديت واكد ان هي مفيش ضربه جزاء. نروح للحاله اللي بعديها وهي ضربه الجزاء اللي اتحسبت لفريق الزمالك. هنشوفها مع بعض واحده واحده، ونشوف مع بعض بدايه الالتحام. هنا كده بدايه الالتحام زي ما احنا شايفين مع بعض، ادي القدم بتاعت فيوتشر مع قدم لاعبي نادي الزمالك. القدم بالوضع ده من لاعب فيوتشر زي ما احنا شايفين مع بعض، ما لعبش على الكوره. فطالما ما لعبش على الكوره، اي تلامس مع المهاجم بيبقى على طول مخالفه وهو جوه خط ال 18. فهنا طبعا ضربه الجزاء سليمه زي ما احنا شايفين مع بعض. هنا اللاعب بالقدم ديت ما وصلتش للكوره. طيب لو كان اللاعب في الوضع ده وصل للكوره، خلاص يبقى هو هنا يعني بيحاول يلعب الكرة ونجح ان هو يلعب الكرة. حتى لو لعيب الزمالك وقع كان ممكن الحكم ما يحسبش حاجة، لكن هنا اللاعب ما لعبش على الكرة وعمل التحام، وطبعا هنا قرار الحكم قرار سليم. نروح للحالة اللي بعديها، هنا كان في تدخل بقوة على قدم لعيب نادي الزمالك زي ما احنا شايفين مع بعض، لكن هنا الحكم ما حسبش حاجة وادى تحت فرصة، وبعد كده رجع ادى لاعب فيوتشر انذار. طبعا هنا قرار الحكم قرار سليم. نروح للحلقه اللي بعديها وهو الهدف اللي اتلغى لفريق نادي الزمالك بدايه التسلل. نشوف مع بعض لحظه لعب الكوره. هتلاقي اللاعب المتقدم دوت بتاع نادي الزمالك اللي داخل الدايره متقدم عن لاعب فيوتشر، وده اللي اكده خط الفار زي ما احنا مش شايفين مع بعض. طبعا هنا لاعب الزمالك متقدم بجزء من جسمه، وهنا قرار الحكم انه يحسب تسلل قرار سليم 100%. خصوصا ان هنا حكم الرايه خد القرار قبل الرجوع للفار، وده طبعا قرار موفق من حكم الرايه، وفي الاخر الغاء الهدف قرار سليم.